مكتوب على جوجل على فكرة ان الكركمين والجدوتشي والنباتات الطبية ممنوع استخدامها على مرضى المناعة الذكية. قول له ايوه، ما هو جوجل ده هو اللي بيقولك ان مثبطات المناعة هي العلاج الوحيد. هو مبدئيا احنا مش بنجيب معلوماتنا من على جوجل زي حضرتك، يعني احنا بنجيب معلوماتنا من مصادر علميه موثوقه وجايد لاينز عالميه. الطب مش قايم على التخمينات، قايم على حاجه اسمها ايفيدنس بيزد ميديسن، يعني لازم يكون في ادله للحاجات اللي احنا بنعملها وبنقولها للمرضى، مش اي كلام احنا بنقوله. ايه مثبطات المناعه اللي انت بتقولي ان جوجل هيقول لك ان هي الحل الوحيد؟ مثبطات المناعه دي انقذت حياه ملايين بامر الله، يعني بعد ما اكتشفناها لما كان مستحيل ننقل عضو من بني ادم لبني ادم تاني، لان الجسم البني ادم التاني ده هيرفضه رفض تام. دلوقتي لا، بننقل الكلى وبننقل القلب وبننقل الكبد وبننقل النخاع العظم، ولولا مثبطات المناعه النقل ده هيترفض والمريض هيموت بسبب ان جسمه رفض النقل. ارجوكم يا جماعه ما تسمعوش للناس دي، ارجوكم. ما نشوف هتقول ايه تاني. كات كلو او عشبة مخلب القط. بس بقى مخلب القط ايه بقى وبتاع ايه بقى؟ الله يهديكي بقى، استغفر الله. انا عايز مصادر بعد اذنك للكلام ده. ممكن تقولي لي مصادر ايه؟ يعني حضرتك اثبتتي ازاي ان الحاجات دي بتجيب نتيجه؟ حسبي الله ونعم الوكيل. ربنا ينتقم من الناس اللي بتقول الحاجات العجيبه دي ويهدي الناس اللي بتسمعها. انا هغير على اللي بعده قبل ما افقد النطق بقى واعصابي تبوظ ويجي لي جلطه في المخ. اللي بعده تعالى يلا نشوف الهجايز.